تمام. معلش يا جماعه، بس في حاجه انا عايز اتكلم فيها. انا بعد الماتش شفت اللعيبه طالعه رايحه الاتوبيس. انتوا رايحين الاتوبيس تعملوا ايه؟ لو رايحين الاتوبيس تلعبوا في الكلاكسات شويه وتفضلوا تزمروا في الكلاكسات شويه ماشي، انما انتوا هتروحوا بالاتوبيس؟ لا، دي لعيبه تروح ماشي. اسمع اللي بقول لك عليه بقى، ما انت لازم تكشر عن انيابك. دي لعيبه تروح ماشي من الاخر. لعيبه بيصيروا بوظ دماغهم، لازم ندفع 900 دقيقة. لازم دي لعيبه تروح بيوتها ماشي. كابتن ايمن الرمادي، انا والله العظيم ما عارف انتقدك. قسما انت كده كده اصلا ما ينفعش تنتقد. اول ماتش ليك وبتاع، بس حتى انت لو ده عاشر ماتش ليك واحنا خسرانين 8، انا مش هعرف انتقدك من كتر احترامك. يعني انا ببص في وشك كده بحس ان شايف حمايه، عايز اسلم عليك واحضنك واقعد معاك ونشرب كوبايتين شاي واشتكي لك في العموم، مش من الزمان، اشتكي لك عموما. يعني بقول لك ايه اللي مضايقني واعمل ايه. والنبي يا عم ايمن قول لي اعمل ايه. يعني انا لا اجرؤ انتقدك اصلا، ما ينفعش، مش هقدر والله، ما هعرف ولا بستظرف. انا مش هعرف انتقدك، انت راجل محترم جدا. بس السؤال لحضرتك، يعني احنا كنا بننتقد بسيرو ان هو بيجي يهاجم في اخر 10 دقايق. طب انت كسبان سيراميكا ونزلت بتلعب بال4-1 الجميله وجبنا جون ومتقدمين، بعيدا عن ان هو خطا من محمد بسام، وبعدها انا ما شفتش حاجه، ما فيش فرص. انا حاسس ان ما فيش فرص لينا غير الواحده بتاعت حسام اشرف اللي في اخر الماتش، ما اعرفش ضيعها ازاي وهاجي لحسام اشرف. بس حضرتك جيت في الدقيقه 80 وقمت منزل الونش وطلعت سيف جعفر. تمام، انا عارف انت ما عندكش لعيبه، والله عارف انك ما عندكش لعيبه، انا بس خليك معايا للاخر. انت عارف انت دافعت قد ايه يا كابتن ايمن؟ حضرتك قعدت 25 دقيقة تدافع يا كابتن ايمن. 25 دقيقة بتلعب بثلاثة سنتر باكات، 25 دقيقة كاملة. النهارده محمود بنتايج في خطة ال4-1 الشوط الاول ما جاش. ما هو اللعيب خد على ان هو خلاص هو بيلعب هاف في ال3-4-3، بيلعب هاف، طاير طول الماتش. فانت شايف من بنتايج حاجة، انما في الاربعة لا، ده ملتزم لازم يرجع. ملتزم، ده مدافع رابع بيلعب هيفضل طاير طول الماتش، لازم يرجع. ففي حاله فوضى كده، انا متاكد ان انت هتظبطها، بس انت يعني بدري قوي كنت انت يعني. طب سيراميكا كده كده هتفتح، العب انا على المرتد هروح على الجون. ما هو بعد ما جابوا التعادل انا هاجمت وكنت ممكن اجيب جون. اجي لحسام اشرف، بص يا حسام، انت انجازك في الحياه ايه يا حسام اشرف؟ رد عليا. انجازك في الحياه كلاعب كره قدم ايه؟ وقفت لي القيد مرتين وضيعت النهارده عليا 3 بونت ما يضيعوش وانا كسبان 2-1. عبد الله السعيد عامل لك، عبد الله السعيد اللي عنده 41 سنه. انا لو من عبد الله ده هجيب اي حاجه اقطع بيها الكوره واقول لكم انا كرهتها، ده انا مش قادر اجري. يعني انا بجري بالضالين، انتوا بتعملوا معايا كده ليه؟ لعب لك كوره بالمزوره يتمناها اي مهاجم، قمت مرجعها لعبد الله تاني. طب جرب تاني يا عبد الله كده، جرب تاني. يجرب تاني ليه؟ او بترجعها له تاني ليه اصلا؟ ايه الشوطه دي؟ ده جت في وشي. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. دونجا، ازيك؟ بس انا بقول لك، حبيت اقول لك ازيك. يعني مش هفضل اقول لك بقى انت ما بتعرفش تباصي انت مش لاعب، يعني مش هفضل اقول كده. انا بحترمك جدا، انا بحترم الجميع، بس بتكلم على لاعب كره قدم. ازيك بس؟ يعني ما اقدرش اقول لك انت ايه اللي انت عملته ده، وايه المسباص ده، وايه التأليف ده، وايه اللي انت بتعمله ده يا دونجا، وازاي كده، وايه الافواره دي، وليه كل ما لعيب يجيب جون حتى لو انت مش اللي انت اللي جبت الجون تروح معاه وتقعد تعمل كده وتقعد تعمل كده ما اعرفش. فمش يعني انا مش هعلق عليك، يعني ولا بتحتفل حلو، ولا طريقه احتفال مبلوعه، ولا بتباصي صح، ولا بتدافع صح، ولا بتهاجم صح. انت بتعمل ايه اصلا في الفرقه؟ مع احترامي ليك على فكره، انت في اوقات لما كنت مركز في الكوره بس كنت مركز في الكوره بس، اللي هي فتره ايه؟ ما قبل نهائي الكونفدراليه بتاع نهضه بركان. الفتره دي دونجا كان دونجا. انما دلوقتي دونجا بعد ما خدنا الكونفدراليه السنه اللي فاتت وخدنا السوبر الافريقي، دونجا بقى حس ان هو دونجا بتاع البرازيل خلاص. حاله التشبع اللي بتجيلكوا دي من ايه؟ ده احنا شايفين المر، ما تلعب انت وهو. مش فاهم يعني. كابتن ايمن، هارد لك، محدش يقدر يكلمك، ده اول ماتش. ان شاء مصطفى هشام
يا ابن اللذينه يا مصطفى، يا ابن اللذينه، ده الجناح ايه ده؟ ده جناح في فندق، ده جناح كرة قدم. انا مش فاهم حاجة يا جماعة. سيبوني في حالي بقى بالله عليكم بقى، سيبوني في حالي يا جماعة. استنوا حلقة مزفتة على اليوتيوب بعد قليل. السلام عليكم. ايه ده بجد؟ تالت تعادل على التوالي، تالت تعادل على التوالي. خسران 6 بونت اخر 3 ماتشات، كاني خسران ماتشين بالظبط وكسبان ماتش. ما هو انا خسران 6 بونت. مش انا لعبت 3 ماتشات، تعادلت مع المصري، تعادلت مع فاركو، تعادلت مع سيراميكا، خسرت 6 بونت، كل ماتش ب 2 بونت. حلو كده؟ يعني خسرت ماتشين من الثلاثه، كاني كسبت واحد وخسرت 2. 41 نقطه، والاهلي 49 بقوا 8 بونت، وبيراميدز هيكسب كمان شويه. خلاص انا يبقى 9 بونت بيني وبين بيراميدز، و8 بونت بيني وبين الاهلي. يا الله، ده انتوا قسما تروحوا مشي، دول يروحوا مشي. السلام عليكم.